السلام عليكم. معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله النهاردة في ماتش الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وغزل المحلة. بس يعني قبل كده وأنا لسه عايز أصور وعايز أقول كلمتين كده في حق نفسي وفي حق القناة وفي حق المشاهدين اللي هيتفرجوا على الفيديو ده. يعني أنا واحد ما كنتش بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بس جات لي الفرصة واتجرأت اللي أنا أفتح التليفون قدامي وأتكلم في وجهة نظري في اللي أنا شايفه في المباراة. والواحد عدى بمراحل صعوبات كتيرة. فكرت ان انا اوقف فيديوهات، والتوفيق هنا من عند ربنا. ان انت في ظل ان انت ما كنتش قلت مش هتكمل، لقيت ربنا بيديلك اشارة ان انت تكمل. فزي ما انا ما قلت في الفيديو اللي فات ان انا ما كنتش قلت مش هصور فيديوهات تاني، لقيت اون تايم سبورت جاي اتصور في النادي اللي تحت بيتي يعتبر. فاللي هو يعني ديت اشارة من عند ربنا اللي انا اكمل. وإشارة تانية جت إن أنا واحد متابع لبرنامج جمهور التالتة وفقرة ملوك التحليل بالذات يعني. الاتنين المحللين الكبار تامر وعز، تامر بدوي وأحمد عز، اللي قالوا كلام يعتبر أنا كنت قلته قبل كده. يعني أنا ديت بثني فيها على نفسي. يعني هي فيها سن التكبر بس انا بعتذر يعني. ان انا كنت قلت وكانت بانت في الفيديوهات اللي قبل كده قبل ماتش الاهلي والزمالك، وبالذات في فيديو الاهلي وبيراميدز اللي الاهلي كسب فيه بيراميدز 3-0. كنت قلت برضو نفس الكلام ده. ان ايه؟ ان انا كنت قلت ان النادي الاهلي هيعتمد في 3 لعيبه في كل جبهه. لعيب هتلاقيه ماسك الخط فاتح الملعب، ولعيب تاني هتلاقيه في منطقه الهاف سبيس اللي هو ما بين الجناح وراس الحربه، واللاعب التالت اللي في الجبهه ديت اللي هو هيبقى بيغطي وراهم واللي هو مسؤول عن بناء الهجمه ورتم المباراه. وطبعا انا كنت قلت كده ان ايه، ان في ماتش بيراميدز كان برونو سافيو هو اللي ماسك الخط، وعلي معلول هو اللي بيبني اللعب، وكان اليو ديانج تقريبا او عمرو السولية. كان قفشه وعمرو السولية وديانج. وكان قفشه وعمرو السولية وديانج هم قفشه ديانج واقف في نص الملعب، وديانج وعمرو السولية بيميل في ناحيه، وقفشه بيميل في ناحيه، وغالبا قفشه كان بيميل ناحيه اليمين والسولية هو اللي كان بيميل ناحيه الشمال، يعني مع تنوع الادوار يعني. بس اللي انا عايز اقول عليه ايه، ان النادي الاهلي ديت بيعملها من اول يوم مارسيل كولر جه فيه النادي الاهلي. يعني لو انتوا فاكرين اول ماتش اللي مارسيل كولر مع النادي الاهلي اللي هي كانت قدام الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا، اللي هو كان في الماتش بتاع تونس. لو انتوا فاكرين انا كنت برضو عملت كان اول فيديو ليا على القناة هنا. وكان بداية الموسم كنت قلت ان حمدي فتحي هو اللي بيغطي ورا علي معلول واحمد عبد القادر. وعلي معلول هو كان اللاعب طبعا اللي ماسك الخط، واللاعب التاني اللي كان بيضم هو احمد عبد القادر. فديت نقطة أنا كنت اتكلمت عليها قبل كده. وكذلك برضو الناحية التانية لو احنا بقى رجعنا لماتش الأهلي والزمالك، كنت هتلاقي قفشة بيميل ناحية اليمين، وكان معاه حسين الشحات ومحمد هاني. كان محمد هاني كان هو بنسبة كبيرة كان هو اللي بيبقى بيبني اللعب من تحت، وحسين الشحات هو اللاعب اللي ماسك الخط، ومحمد مجدي قفشه هو اللي في منطقة الهاف سبيس ديت. بس التنوع بتاع اللعيبه واللي هي ديت النقطه الايجابيه في النادي الاهلي، ان انت مش هتبقى عارف مين اللاعب اللي ماسك الخط، ومش هتبقى عارف مين اللاعب اللي بيضم في منطقه الهاف سبيس، مش هتبقى عارف مين اللاعب اللي هيبني الهجمه واللي هيغطي وراهم. ففي تنوع في النادي الاهلي. يعني انت شفت مثلا ايه، حتى تامر وعز شرحوها احسن مني طبعا علشان هم محللين كبار واخدين على طريقة الكلام قدام الكاميرا وكده، واسلوبهم احسن مني طبعا. ازاي كان قفشه هو اللي في منطقة الهاف سبيس، وحسين الشحات هو اللي كان ناحية اليمين ماسك الخط، ومحمد هاني هو اللي كان بيغطي وراهم في نفس الهجمة، في مرحلة بس ان الملعب يا دوبك بس الملعب اتعكس من ناحية علي معلول من الناحية الشمال للناحية اليمين، بقى محمد مجدي قفشه هو اللي بيغطي وراهم، وبقى حسين الشحات هو اللي ضم، ومحمد هاني هو اللي عمل اوفرلاب وطلع على الخط. فهي النقطة الإيجابية في النادي الأهلي إن أنت مش هتبقى عارف مين اللاعب اللي هيمسك الخط ومين اللي هيضم في منطقة الهاف سبيس. والناحية الشمال برضو أنت عندك حمدي فتحي كان هو اللي بيتقدم. يعني انا ما كنتش اتكلمت باستفاضه في فيديو اللي فات بتاع ماتش الاهلي والزمالك بسبب ان الواحد كان تعبان. يعني هو الواحد ما زال تعبان بس هدي شويه عن ماتش الاهلي والزمالك. قد ايه ان مارسيل كولر هتلاقيه مره علي معلول هو اللي ماسك الخط، ومره عبد القادر هو اللي ماسك الخط.
ايا كان هحاول اسيب لكم الحته بتاعت ماتش الاهلي وبيراميدز اللي انا كنت شرحتها بال بالمونتاج حلو يعني، كنت عامل رسمه للعيبه يعني وهم بيتحركوا. مش عارف بقى هقدر احطها ولا لا، بس علشان نلحق ماتش الاهلي والبنك الاهلي والزمالك وغزل المحله، عشان نلحق نعمل لهم فيديو يعني. فهي ديت النقطه، ان انت عندك علي معلول ماسك الخط، فهم الثلاث لعيبه هتلاقي لعيب في كل مكان، بس مين اللعيب اللي هيتحرك ومين اللعيب اللي هيقف ومين اللعيب اللي هيعمل الحركه التكتيكيه ديت، هي ديت بقى اللي انت ما تعرفهاش. وبالنسبه لنقطه حمدي فتحي وتقدمه، فهو حمدي فتحي لعب بنفس دور عمرو السولية اللي كان في ماتش بيراميدز، وحمدي فتحي عملها الماتش اللي فات في ماتش سموحه اللي هو بتاع كاس مصر، اللي هو اللي قبل ماتش الاهلي والزمالك. حمدي فتحي راح اتقدم وجاب جون، وكان برضه راح في اكتر من فرصه، وكان باصه برضه الكهرباء، بس الكهرباء ما جابهاش جون في ماتش الاهلي وسموحه. فاللي هي اللي انا بتكلم عليه ان في منظومه لعب مارسيل كولر محددها للعيبه، وان هو عنده الخيارات، مع ان اللعيبه كل لعيب في النادي الاهلي نقدر عليه ان هو نقول عليه ان هو جوكر، يقدر يلعب في اكتر من مركز ويأدي فيه بأداء مميز. ونقطة تانية هي أنا برضو ما كنتش اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات في توابع ماتش الأهلي وبيراميدز يعني في الفيديو ده، هي نقطة إليو ديانج. إليو ديانج لا غنى عنه في خط وسط النادي الأهلي. ليه؟ لأن أنت عندك إليو ديانج بيفضل ثابت في قلب نص الملعب، بيبقى هو اللي بيغطي المساحة بتاعت نص الملعب ده كلها، مع ان احنا زي ما احنا قلنا، لان قفشه بيبقى متقدم كده كده، مع تقدم عمرو السولية او حمدي فتحي اللاعب التاني اللي المفروض يبقى بيسانده بيتقدم وبيروح يطلع وبيلعب كراس حربة تاني. فده تعليمات من مارسيل كولر طبعا. وحاجة تانية ان النادي الاهلي في بناء الهجمة او في بناء اللعب يعني مش بيعتمد بس على اليو ديانج اللي هو اللعيب هو اللي يعكس الملعب او اللعيب اللي هنا. هو بيعتمد على علي معلول في بناء اللعب حلو قوي، وان علي معلول هو اصلا مميز في بناء اللعب، مميز ان هو يتقدم، مميز في كل حاجة علي معلول باستثناء الدفاع يعني. بس هو علي معلول عنده الميزة ان هو يبني الهجمة، وديت اللي انت شفتها. انت عندك دفعت بخالد عبد الفتاح من بداية المباراة. خالد عبد الفتاح اللي قدم مباراة انا شايفها مباراة مميزة جدا 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 كمباراة اولى يلعبها اساسي مع النادي الاهلي، واللي هي مباراة قمة قدام نادي الزمالك طبعا. قد ايه انت شفت خالد عبد الفتاح ان هو برضه لعيب جوكر، يقدر يلعب لك باك، ويقدر يلعب لك اهوت قلب دفاع. وقد ايه لما هو لعب قلب دفاع انت قد ايه شفت ان هو بيباصي باصات زي اللي كان بيباصيها بدر بانون مع النادي الاهلي، اللي هي الباصات اللي ما بين الخطوط لصانع الالعاب او اللاعب رقم 8 اللي هو الناحيه الثانيه مثلا، او عكس الملعب. فانت يعني في حاجه حلوه في النادي الاهلي ان هو بيعرف يشوف الصفقات، هي فن اختيار الصفقات. واللي ديت انا شايف ان ديت هي دور مارسيل كولر، هو اللي اختار لعيبته، هو اللي اختار مروان عطية، وهو اللي اختار كريستو، وهو اللي اختار خالد عبد الفتاح، وما زال برضه لسه هيختار وهيشوف لعيبه صفقات تانية. انا ما اعرفش يعني، لان انا مش طالع انقل لك صفقات انتقال لعيبه للنادي الاهلي. بس اللي انا بتكلم عليه ان هو فن اختيار الصفقات، ان انت هتجيب لاعب انت هتحتاجه، هتستفاد منه، مش هيبقى اللي هو لعيب انت جبته وخلاص. ودوت اللي احنا شفناه في خالد عبد الفتاح، وان هو قدم اداء جيد في المشاركه الاولى ليه زي ما احنا ما قلنا. فمن ضمن اختيار الصفقات اللي انت يكون اللاعب اللي انت هتجيبه دوت يكون عنده شخصيه، ان هو بيتعامل ازاي تحت ضغط. اهم حاجه اللعيب اللي يروح اهلي او زمالك او يروح نادي كبير لازم تشوفه هو لما بيبقى في الخصم بيضغط عليه هيتصرف بالكرة ازاي. هل هو هيشتتها ولا هيهدى عليها؟ هل لما الكرة بتجيله هيستلمها ويباصي، ولا هيستلم ويفكر بعديها يباصي، ولا هو والكرة جايله بيكون مفكر هو هيعمل ايه ومباصي؟ فهي ديت نقطة انا شفتها ايجابية عند خالد عبد الفتاح في المباراة الاولى. بس برضو احنا مش عايزين نتكلم اللي هو كلام كبير على اللعيبة، لان انت بتبقى ايه، مش ضامن اللعيبة هتعمل ايه او مش ضامن مستوى اللعيبه، لان مستوى اللعيبه عندنا هنا في مصر متذبذب. مباراه هتلاقيهم بيلعبوا حلو قوي، مباراه هتلاقيهم بيلعبوا باداء خجول قوي يعني. والنقطه تانية هي ليه ان برونو سافيو هو اللي بيلعب. لما بيجي يلعب مارسيل كولر ببرونو سافيو بيلعب بيه كجناح، مش بيلعب بيه كصانع العاب او كلاعب 8، لان احنا مش هنعتمد دلوقتي ان قفشه لعيب رقم 10 صريح، لان قفشه بيبقى 8 اكتر ما هو اللاعب العشرة اللي هو صانع الالعاب زي تريكا او عبد الله السعيد يعني. فانت عندك برونو سافيو زي ما انا ما قلت لك بيميل ان هو يكون راس حربة تاني.
فمش بيميل ان هو يبقى 8. يعني قفشه كل ما انت بترجعه لورا بحس ان هو خطير في بعض الاحيان لو هو سرع الريتم، انما لما هو بيبطئ الريتم هو قفشه بيبقى وحش عامه يعني. بس قفشه الماتشات الكبيره عامه يعني ان وده تكمله للكابتن عماد متعب اللي كان قاله في الاستوديو، ان انت عندك لعيبه، في لعيبه عندك هي بتعرف تلعب ماتشات الاهلي والزمالك وماتشات الاهلي وبيراميدز اللي هي الماتشات الكبيره، في لعيبه عندك في النادي الاهلي بتعرف تلعب المباريات ديت، زي عندك محمد شريف اللي نزل وسجل هدفين، او حتى محمد مجدي قفشه اللي هو على طول هتلاقيه ماتشات الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز ديت هتلاقيه بيقدم فيها اداء حلو. ليه؟ لان انت عندك محمد مجدي قفشه بيلعب بمزاجه شويه، لو هو نازل عايز يقدم حاجه هينزل يقدم لك مباراه جميله قوي، ولو هو نازل دماغه مش في الكوره مش هيقدم حاجه خالص. وحاجه تانية ان طريقه لعب برونو سافيو مش هي طريقه اللعب اللي هي زي محمد مجدي قفشه اللي هو بحيث ان هو لو لعبه مركز 10 اللي هو يبقى مركز 8 ويرجع ويبقى في عامل بناء الهجمه زي محمد مجدي قفشه، او ان هو الحركه التكتيكيه اللي هي زي اللي شرحها تامر وعز في ملوك التحليل، ان هو ازاي يتحول من ان هو صانع العاب ان هو في منطقه الهاف سبيس ان هو يرجع ويبقى بيغطي ورا محمد هاني وحسين الشحات. الحركه ديت انت مش هتشوفها من برونو سافيو لان ما اعتقدش ان هو هيقدر يقدمها اصلا. وقبل الختام بس انا عايز اقول ان انا كل يوم ثقتي بتزيد في مارسيل كولر والجهاز الفني بتاعه، وقد ايه ان هم بيبقوا قادرين ان هم يخرجوا احسن حاجة من كل لاعب، وان هم بيحطوا اللاعب المناسب في المكان المناسب زي ما احنا ما قلنا. وخلينا نشوف الاهلي هيقدم لنا ايه في كاس العالم للانديه، وان شاء الله انتظروني في حلقه النهارده هنحلل ماتش الاهلي والزمالك اللي هو ماتش الزمالك مع الغزل المحله والاهلي مع البنك الاهلي. بس كده، سلام.